بعض الجراحين قبل ما يشيل المرارة بيطلب من المريض انه يعمل رنين مغناطيسي على القنوات المرارية. طب ليه؟ ما انت كده كده هتشيل المرارة. وليه اكتر مشاكل المرارة للسيدات دون الرجال؟ وامتى احقن صبغة في الفحص ده وامتى ما احقنش؟ وهل بيتعمل على جهاز مقفول ولا بيتعمل على جهاز مفتوح؟ وايه قصة ان لازم المريض او يفضل ان المريض يشرب عصير اناناس قبل فحص الرنين على القنوات المرارية اللي هي الMRCP؟ تعالوا ندردش شوية. مبدئيا الكبد والقنوات المراريه بيتم تشخيصهم اما بالمقطعيه او بالسونار او بالرنين. لو المشكله في المراره نفسها، المراره ذات نفسها فيها حصوات او دايليتد او فيها التهابات، السونار هو افضل حاجه واسرع حاجه. في مشاكل بالكبد نفسه، في مثلا ليجن او ورم او العيان ده بيتابع، يبقى المقطعيه بالصبغ على الكبد اللي هي الترايفيزك افضل حاجه. طب لو في مشكله في القنوات المراريه نفسها، في ديفرتيكولا مثلا او في كانسر مثلا، يبقى الرنين افضل حاجه للفحص ده. قبل سن ال40 بيتم تشخيص النساء 3 مرات اكتر من الرجال بحصوات المراره، يمكن ده بسبب هرمون الاستروجين اللي بيزيد من نسبه الكوليسترول في الصفرة، وهرمونات البروجسترون مما يبطئ من قدره المراره على التفريغ بشكل صحيح. على القنوات المراريه اللي هو الMRI كولينج وبنكرياتوجرافي، واختصاره MRCP. فحص بيتعمل على جهاز رنين مغناطيسي مغلق 1.5 تر. ناس بتعمله على جهاز مفتوح والصور بتطلع كويسه. بنتكلم في الافكون او لا تكون. طيب عيان عنده ألم بالبطن والجزء العلوي الأيمن من الجسم، وأحيانا في بعض الحالات بيصل إن وش العيان ده يصفر في الحالات المزمنة مثلا مع ترجيع وقيء، كلها يمكن أعراض والتهابات المرارة. العيان عمل سونار ولقي عنده حصوات، والخلاص الجراح قرر انه يشيل المراره. ليه بقى الجراح يطلب رنين على القنوات المراريه قبل ما يشيل المراره؟ اولا لان الرنين مش بس هيبين له المراره دي فيها حصوات ولا لا، والله دايليتد ولا لا، ده كمان هيعرف الجراح ويبين له الشكل التشريحي للقنوات المراريه، بحيث يبقى داخل يفتح العيان وهو عنده معرفه مسبقه بالشكل التشريحي للقنوات المراريه، اللي هي احيانا بتبقى اختلافات تشريحيه معقده ومختلفه شويتين، وبالتالي بنتجنب المضاعفات اللي ممكن تحصل لا قدر الله بعد العمليه، زي ان الجراح مثلا يسيب حصوات داخل المراره او انه يصيب القنوات المراريه نفسها. كمان الرنين على القنوات المراريه الMRCP جنب المريض انه يعمل منظار على القنوات المراريه اللي هو تكلفته اعلى من الرنين بكتير، والمضاعفات المترتبه على المنظار ده. وبالتالي الرنين يعتبر وسيله امنه وجيده وكويسه شويتين لتشخيص القنوات المراريه والاورام او الالتهابات او الديفرتيكل الموجوده في القنوات المراريه. كمان اللي بيأثر فيه السونار او محتاج داتا اعلى حوالين الدياجنوسيس ده او التشخيص ده، الرنين لا شك بيكمله ويكمل المعادله او يكمل التشخيص ده كويس. عشان عايزين الامعاء وخاصة الديودينم فاضية تماما من الاكل والشرب، علشان ما يخرجش منها اي سيجنال تضايقنا وتأثر على ظهور البنكرياس ونهاية القنوات المرارية بشكل كويس. وممكن نتجاوز عن الصيام ده ونخليه 3 ساعات بس، والعيان ياكل توت او يشرب عصير توت طبيعي. ده بيطفي او بيمنع اي سيجنال جاية من الديودينم، وبالتالي بيظهر معايا البنكرياس كويس ونهاية القنوات المرارية كويس جدا، وده المطلوب والمقصود. بعض الناس بيفضل ان العيان ده يشرب عصير اناناس قبل الفحص مثلا، لانه قالوا ان عصير الاناناس ده فيه ماده المنجنيز اللي بتبقى موجوده مثلا بمجرد ما بيشربها بتنزل على المعده وبعد كده على الاثنى عشر وبعد كده على الامعاء الدقيقه. والمنجنيز ده بيديني له سيجنال، بيضعف السيجنال اللي جايه من المعده وجايه من الامعاء، وبيركز السيجنال، وبالتالي السيجنال اللي جايه من المراره هي اللي بتبقى واضحه معايا اكتر، والسيجنال اللي جايه من الامعاء والمعده بتبقى مطفيه معايا، يعني الصوره بتبقى اوضح شويه. وجابوا صوره للرنين المغناطيسي وعيان شرب عصير اناناس، وقالوا انها افضل شويتين انه يكون العيان عامل الفحص ده بدون ما يشرب عصير اناناس قبل الفحص. شرب او ما شربش الموضوع مش ايرجنت او معنا. طيب هل الفحص ده لازم نحقن صبغه فيه مثلا ولا ما نحقنش؟ والله على حسب راي الاستشاري وعلى حسب الحاله بس برضه. يعني لو الحاله دي مثلا بنت عندها مثلا 16 سنه وكل شكوتها الم مثلا بالبطن، وعملت سونار ولقيت ان عندها التهابات بالمراره، وخدنا اول سيكونسين في الرنين مثلا ولقينا الدنيا كويسه مثلا، وخدنا راي الاستشاري وقال الحاله دي في الغالب مش هتتحقن صبغه ومش محتاجين لها صبغه. لكن مثلا حاله جايه بالسونار بتاعها مثلا في فايندنج مثلا وفي مشاكل وعندها باثولوجي وعندها كانسر مثلا متشخص بالسونار، يبقى في الحالة دي لازم يتعمل الفحص بالصبغة. طريقة تحضير العيان زي ما قلنا بيغير هدومه بالشكل ده. بنستخدم البودي كويل، ويكون الكويل مغطي نص الرئة من الأول لحد آخر البطن.
يعني منطقة الكبد والقنوات المرارية تكون في نص القيل بالظبط علشان اخد اعلى سيجنال. بستخدم الريسبيراتوري او التريجر اللي هو الجهاز او الريسبيراتوري ده بيقول للجهاز لو بطن العيان هديت ونفس العيان هدي يلتقط سيجنال، لو نفس العيان اتحرك بيوقف التقاط السيجنال من السيكونسات دي. طريقة عمل الفحص ده بطريقتين، في بعض الناس بتشتغلوا بطريقة البريث هولد، انها كل سيكونس من السيكونسات اللي احنا اخترناها دي بيبقى فيه رساله كده ومايك بتكلم العيان وتقول له لو سمحت وقف النفس وتروح دايسه ستارت. ده يبقى فاست سبين ايكو، بتاخده بسرعه جدا. ده بيساعدنا لو المريضه دي صغيره مثلا في السن ومساعدني ان انا اعمل الكلام ده، وميزته ان وقته سريع جدا، ويمكن انا ما بفضلش الطريقه دي. الطريقه الثانيه وهي طريقه التريجر او الريسبيراتوري، ان انا بركب الريسبيراتوري على بطن العيان او اعلى نقطه في بطن العيان تحت القيل، وبطلع بره بختار السيكونسات بتاعتي وبقول له اتعامل. باكتف الريسبيراتوري ده او التريجر على الجهاز اللي في الغالب اصلا بيبقى متاكتف او ماكتفه الابليكيتور، وبشتغل السيكونسات. ايه السيكونسات اللي هناخدها للفحص ده؟ اولا بناخد السيرفي عادي جدا، بناخد الاكزيال 1 والاكزيال 2 والكورونال 2 وكورونال 1 واي حاجه فيها سبروشن. بناخد مثلا الهيفي تي 2 وبناخد احيانا السبي، وبعد كده بناخد حاجه اسمها سنجل شوت، وده عباره عن 360 درجه كذا بوكس حوالين المراره، وبيطلع لي كذا صوره للمراره، وانا بختار البوكس الافضل منهم اللي كانت ظاهره المراره معايا فيه بشكل افضل، وبروح على السيكونس بعديه على طول اللي هو ال 3 دي وبقول له كوبي بوزيشن من الوضع ده افضل وضع ظهرت فيه المراره فخد لي الوضع ده. واحيانا باخد البوكس ده مكفورها او مغطيها بالكامل ويكون موازي ليها بالشكل ده. ظهر معايا الاكزيال 1 والاكزيال 2 والكورونال 2 والكورونال 1 والهيفي تي 2 او وبعض الناس زي ما قلنا بياخدوا السبير، بعض الناس احيانا بتاخد الديفيوجن. المفروض الفحص كده انتهى. لكن لو في فايندنج مثلا او في كانسر عند العيان ده والاستشاري قال للحاله دي تتحقن صبغه، ساعتها بنزود سيكونس الديفيوجن وبنحقن العيان صبغه، وناخد بعد الصبغه اكزيال 1 وكورونال 1. بعض الناس بتحب تاخد السيكونس بتاع الصبغه ده دايناميك، خاصه لو العيان ده عنده ليجن في الكبد، وساعتها الفحص اكنه تراي فيزيك بالظبط. ال 3 دي السيكونس بتاع ال 3 دي بيتعملوا اديتنج بالشكل ده، ان احنا بنشيل كل الحاجات اللي حواليه ونخلي الجول بلادر والقنوات المراريه بس لحد البنكرياس، لحد دخولها البنكرياس، وبنطبع 5 أو 6 صور على فيلم. احيانا بعض الناس بتطبع صورتين نيجاتيف وصورتين بوزيتيف بالشكل ده، وده يمكن افضل. طيب السيكونس الدايناميك ده يمكن ما عنده فكره، ده سيكونس واحد جواه 5 أو 6 مجموعات، مجموعه منهم بندوس على السيكونس ده قبل ما نحقن صبغه، بياخد لي مجموعه قبل الصبغه ويجيب لي رساله بيقول لي ابدا ولا لا. بخلي البنت اللي جوه تحقن 10 سم صبغه في الوريد بدون ما تحرك العيان من مكانه، وبتكون مركبه لها كانيولا طبعا بعد ما اطمنا على تحليل وظائف الكلى. وقبل ما البنت تخرج السرنجه او تحقن اخر سنتي من السرنجه دي بروح دايس ستارت واسيب الجهاز يتعامل مع نفسه. بلاقيه خد 5 مجموعات، مجموعه منهم بتبقى الصبغه ظاهره في الشرايين كويس جدا بسميها الارتريال، والمجموعه اللي بعديها بسميها الفينس، والمجموعه اللي بعديها بسميها الديليد. ومن المجموعات دي كلها بيتم تشخيص اورام البنكرياس واورام القنوات المراريه. بعض الناس بتحب تاخد السيكونس بتاع الدايناميك ده، سيكونس اسمه يعني بيختلف من جهاز لجهاز، احيانا في سيمنز عندنا بنسميه ديكسون. الديكسون ده يمكن افضل شويه او بيطلع لي عدد صور بناخده دايناميك برضو بيكون افضل شويه من السيكونس الدايناميك العادي اللي هو التي 1 العادي. المفروض الفحص خلص، دمتم بخير.